حاسس انك مش لاقي نفسك؟ كل ما تبدأ تتعلم حاجة جديدة بتحس انها مش بتاعتك، بتدخل في مجال وبتخرج منه، بعد كده بتبدأ في واحد تاني. انا كنت هناك في نفس الدوامة. فتحت اليوتيوب، سألت نفسك أبدأ بإيه، أتعلم إيه، أعمل إيه. إحنا دلوقتي في عصر فيه كل حاجة مفتوحة، كورسات ببلاش، بودكاستس، تجارب ناس، كل حاجة مفتوحة قدام. بس بدل ما ده يساعدك تختار، ساعات بيزود الحيرة. تفتح اليوتيوب تلاقي حد بيقول لك البرمجة هتغير حياتك، تدخل التيك توك الموشن جرافيك هو المستقبل، هوب بتلاقي نفسك حاسس انك متأخر. فتبدأ في مجال وتسيبه، وتبدأ في غيره وتسيبه، وتبدأ في غيره تاني وتسيبه تاني. انا جربت ده بنفسي، كل مرة اقول هو ده هو ده، بعد شوية الاقي نفسي زهقت وحسيت ان لا، مش هو ده، مش هو ده. طب لو كل مرة بتبدأ حاجة وتسيبها، هل ده معناه انك فاشل؟ انا بقى عرفت بعد كده ان ده الطبيعي، مش انك فاشل، لا، انك تجرب كتير وتخش في كذا مجال. المهم بقى ان كل تجربة انت بتاخدها او انا اخدتها بتسيب اثر، حتى لو ما كملتش. انا جربت الجرافيك، اتعلمت ازاي اكون صبور، اتعلمت ازاي اركز في التفاصيل، وجربت غالبا كل البرامج والمجالات، وتعلمت من كل حاجة. كل تجربة كنت بخرج منها بجزء، ما كنتش بطلع فاضي. اللي بيتحرك بيتعلم، واللي بيجرب بيقرب. سؤال مهم بقى، انت بتدور على شغفك؟ مم. طب ايه هو الشغف اصلا، وبيجي ازاي؟ ناس كتير بتحس انهم فاشلين لمجرد ان هم مش لاقيين شغفهم، بس احب اقولك ان ده مش فشل، ده جزء من الرحلة. الشغف مش حاجة بتصحى تلاقيها، الشغف بيتخلق بالتجربة والممارسة والاحتكاك. وكل مرة بتقول إن المجال ده مش ليا، أنت بتقفل باب وبتقرب الباب الصح. ها، مستني القرار الصح اللي مش هيجي، ولا هتبدأ تمشي وتكتشف؟ ما تستناش تكون متأكد عشان تبدأ. ابدأ حتى لو انت مش ضامن، ابدأ حتى لو شكك بيقولك مش هتنجح، لأن الطريق عمره ما بيتفتح وانت واقف، الطريق بيبان وانت ماشي، وكل خطوة بتوضح الصورة أكتر. انت دلوقتي حاسس انك لوحدك وان مفيش حد فاهمك، صح؟ لو حاسس انك تايه، صدقني انت مش لوحدك. انا كمان لسه بدور، بس الفرق ان انا بقيت ماشي مش واقف. ولو الكلام ده لمسك، اعمل لايك وشير، وخلينا نكمل المشوار مع بعض. سلام عليكم.